يا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أخبار الكورة مع الحاج سبورت. طبعا أول حاجة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. وأول خبر معنا النهاردة من دوري أبطال أفريقيا وفوز الأهلي على الهلال السوداني 1-0 في موريتانيا. طبعا المباراة دي يا أخوانا كانت غريبة شوية، يعني الأهلي من مصر والهلال من السودان، والمباراة بتتلعب في موريتانيا، والحكم من الجابون. يعني حاجة ما يعلم بها غير ربنا، ومش بنشوفها غير في أفريقيا. المهم عشان ما اطولش عليكم، المباراة بدأت الهلال طبعا عمال يضغط وعايز يفوز، ما هو اتهزم في القاهرة 1-0 من الأهلي، فهو عايز يجيب على الأقل جونين عشان يضمن إن هو فاز أو صعد للدور النص النهائي. ففضل يضغط يضغط وجات فرص كتيره، والشناوي الله يبارك له صد 3 كور كانوا كافلين بانهم يجوا 3 اجوان، ولكن الحمد لله ربنا ستر. المهم الاهلي كان بيلعب شويه ويدافع شويه لحد ما المعلم كولر عمل تبديل، طلع وسام ابو علي ونزل طاهر محمد طاهر. طبعا انا واحد من ضمن الناس قلت ده كولر اتجنن، منزل طاهر في الوقت ده ومطلع وسام ابو علي. المهم الواد طاهر ما خيبش ظن كولر، وعمل حته اسيست للولا امام عاشور، وجاب حته جون من الاخر، والكلام ده كله كان تقريبا في اخر 10 دقائق في الماتش. المهم الهلال ضغط تاني وحاول يتدارك، ولكن الحمد لله ربنا ستر، والاهلي فاز وصعد لنص نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي هيقابل مين يا اولاد؟ هيقابل صن داونز، هو فيه غير ورانا صن داونز ده انا متهيأ لي صن داونز ده هيجي يلعب في الدوري المصري عشان يقابل الاهلي. وطبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه بتاعته قدام صن داونز علشان ان شاء الله يصعد للنهائي على طول. وطبعا في نفس البطوله بيراميدز كان بيلعب مع الجيش الملكي المغربي واتهزم 2-0 عندهم هناك في المغرب، بس بيراميدز كان فايز 4-1 هنا في مصر، ما هو كل واحد بقى ببلده بيعمل معلم. ورغم الهزيمه 2-0 ولكن برضه بيراميدز يصعد لنص نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا زي ما قلنا صن داونز صعد بان هو فاز على الترجي 1-0 في اخر دقيقه. ونخش بقى في اخبارنا على البطوله الثقيله، بطوله المعلمين، دوري ابطال اوروبا، وهزيمه ريال مدريد من ارسنال بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه. وزي ما بيقولوا في المثل، يعني ريال مدريد ده بقى على الفاضي، يعني عنده مبابي وعنده بلينجهام وعنده مودريتش وعنده اسماء تقيله قوي وفينيسيوس جونيور، وارسنال جايب شويه عيال كده ويفوز على ريال مدريد 3-0. جاب الاجوان في واد اسمه ديكلان رايس، هو مش ديكلان رايس، هو ديكلان رايس. الولا جاب جونين، انما ايه، من فاولين، كل فاول يجيبوا جون، والفاولين بالكربون زي بعض بالظبط. وكورتوا يا عيني ما قدرش يعمل حاجه ولا قدر يصد اي كره فيهم، والجونين واحد في الدقيقه 70 واحد في الدقيقه 58. اما الجون الثالث جابوا واد اسمه مايكل ابو ميرنو تقريبا في الدقيقه 70. وبكده يعني فرص ريال مدريد هتبقى صعبه في ان هو يصعد للدور اللي بعد كده. وبرضه في اطار دوري ابطال اوروبا فاز انتر ميلان على بايرن ميونخ 2-1. فخلاص يا اخوانا البطوله اتقلبت، ما بيجيش في معلمين في البطوله، يعني بايرن ميونخ وريال مدريد كانوا فرقتين تقال في دوري ابطال اوروبا وفي الدوريات بتاعتهم، لكن دلوقتي خلاص كره القدم ملهاش كبير. والخبر الثالث معانا النهارده موضوع حديث الساعه اللي هو بتاع زيزو واخر التطورات في موضوع انتقال زيزو للاهلي. بيقول لك قال في ناس شافوه رايح السفاره الامريكيه عشان ياخد التاشيره، علشان ايه؟ قال عشان هيروح يلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه. طب يا اخواني هو لسه راح الاهلي عشان يروح يعمل التاشيره؟ ما يمكن الراجل رايح زياره ولا طالع يشوف شغل ولا حاجه. وطبعا كله طالع يفتي ويقول لك زيزو مضى في الاهلي وزيزو هياخد 400 مليون. ليه يا اخويا؟ كريستيانو رونالدو عشان ياخد 400 مليون؟ فهنشوف على مدار الايام اللي جايه التطورات، وهنشوف يا ترى زيزو فعلا مضى للاهلي وهيلعب في الاهلي ولا مستمر مع الزمالك. ودي كانت كل اخبارنا النهارده، استنونا في حلقه جديده. اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعملوا لنا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. السلام عليكم.